السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لو اول مرة تشوفيني معاكي اختكم مكرمة صاحبة قناة ماما كوكي، ما تنسينيش باللايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. زي ما انتوا شفتوا كده معايا كوباية زبدة عليها كوباية زيت، ولعت عليهم يفكوا شوية. بعد كده جبت نص كوباية مية، فضيت عليها باكت خميرة فورية وهسيبها بقى تتفاعل. بس قبل ما اسيبها تتفاعل هحط عليها 5 معالق سكر، والتحلية حسب الرغبة. هنعمل بقى النهاردة أحلى مفاجأة تاخديها معاكي البحر. مفاجأة دي أنا مسميها مفاجأة. بصوا النهاردة عمتي في البحر، واتصلوا عمتي واختي وكده يعني، واتصلوا لازم تيجي. ومش عايزة أعمل أكل، هم عاملين أكل وعاملين كل حاجة، بس عايزة أعمل حاجة أخدها لهم معايا. فقلت بقى هعمل حاجة كده ايه، وهم حاجة حلوة وما تجزش، يعني يحبوها وكده. تمام. هو بصوا السمنة والزيت بعد ما ساحوا فضيتهم كده على 2 كيلو دقيق، كوباية سمنة وكوباية زيت، قصدي كوباية زبدة وكوباية زيت. فضيتهم على 2 كيلو دقيق. وهبتدي بقى ان انا ايه اشرب الدقيق كده السمنة، بس قلت اتعامل الاول بالمعلقة لانه كان سخن. تمام. المهم ما تنسينيش بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. قناتنا حلوة كده وخفيفة وسريعة، خشي خدي لفة فيها هتعجبك قوي. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، قلت هشرب الدقيق الاول السمنة وبعد كده هشتغل. فلقيت بصراحة نفسي مش عارفة اتعامل بالمعلقة. لو عندك عجان ممكن تحطيهم في العجان، بس انا ما عنديش، فهتعامل بايدي. تمام. تمام. كنت عايزة اقول لكم ايه، عايزة ارحب باخواتي اللي شرفوني جدا في القناة، وجودكم على راسي من فوق. خشوا سيبيلي كومنت حلو عشان ارحب بيكي كده وتبقي جزء من عيلتنا الصغيرة لسه. ان شاء الله نكبر ونبقى 100 ألف و100 مليون كمان. تمام. المهم هفضل بقى ان انا ايه يعني اشربه كده الزيت وبسس فيه الزيت والزبدة، وبسس فيه كده بايدي لحد ما احس ان السمنة اندمجت كلها. وفضيت كمان الخميرة والسكر. تمام. وابتدي بقى ان انا ايه افضل يعني ايه كده اهو افضي الخميرة والسكر اهو اهو. كانت الخميرة بتاعتي تفاعلت والحمد لله طلعت كويسة. وابتدي برضو اعمل بايدي. بصوا انا بعمل حركات عشوائيه، ناسيه اولا ان انا بصور. تاني حاجه كانت واقفه معايا واحده صاحبتي بتكلم معاها، فاللي هو بصوا انا بعمل حد يعني بكلم حد قدامي، فاللي هو مش مركزه مش مجمعه، بس الحمد لله يعني. فضلت كده اشرب الخميره والزبده والزيت للدقيق لحد ما حسيت خلاص كده ان هو شربه تمام. جبت بقى ايه كوبايه زبادي. تمام. وعجنت بلبن، يعني أنا جبت كوباية زبادي حطيت بعد كده حوالي ايه يعني نقول مثلا كيلو لبن. كيلو لبن، كوباية زبادي، كوباية زيت، كوباية سمنة، 5 معالق سكر، خميرة فورية. هي دي مقادير القرص بتاعتنا النهاردة. حاجة كده تحفة. لو عندك لبن رايب ممكن تستغني عن الزبادي. تمام. بس انا اللبن بتاعي كان صابح، فما قلت ايه احط زبادي كده هتديني طعم وريحة كده وحاجة ايه تحفة تحفة تحفة. وفعلا كانت مفاجأة حلوة جدا ان انا اخدها لهم معايا. آه يعني بصوا كان اول ما وصلت كده الحمد لله ولله الحمد. بصوا عجبتهم كلهم يعني. تمام. محدش اختلف عليها. وبقول بقت حلوة للأطفال. حتى كوكي كل شوية يا ماما أنا جعانة خدي قرصة، يا ماما أنا جعانة خدي واحدة. تمام. هتعجبكم أوي، بس خليكم متابعين الفيديو للآخر. وكمان أنا هاخدكم معايا في الرحلة بتاعتي، مش هروح لوحدي عشان انتوا اخواتي وحبايبي وصحابي، ما بقدرش اروح في حتة كده غير وانتوا مشاركة معاكم الفيديو، مشاركة معاكم اليوم. هنا بقى عشان اعرف اتملك من العجينة، نزلت على الارض بقى وابتديت ان انا بصوا اعجن كده. زودت شوية مية وعجنتها ولميتها زي ما انتوا شايفين، وهسيبها ترتاح لمدة مثلا 10 دقايق. هنا بعد ما ال10 دقايق عدوا، لان الجو حر جدا، فانتي مش محتاجة ان انتي تسيبيها ترتاح وقت طويل. جبتها بقى بعد ما ال10 دقايق عدوا، حطيتها على الصينية دي معايا كده، وابتديت ان انا اكورها كور صغيرة واحطها على الصينية التانية اللي معايا كده. تمام. هنكورها بقى ايه، هنكور حبة حلوين وبعد كده نشتغل فيهم، يعني نكورهم وبعدين نشكلهم. تمام. تمام. بصوا هنا كنت حاسة ان العجينة نشفت، مش عارفة ايه اللي حصل، فقلت لا ايه هديها شوية ايه عجن كده يعني، فاهمني. وبعد ما عجنتها تاني ابتديت بقى ان انا اقرص فيها وانا واقفة فين، وانا واقفة على الصينية كده.
هنا بقى كنت قرصت كمية حلوة، يعني مليت الصينية معايا ولسه باقي برضه معايا كمية حلوة. 2 كيلو دقيق دول طلعوا لي كمية حلوة الله أكبر يعني. يعني أنا مليت الصينية ديّة مرتين ونص، قرصت الأول ورجعت قرصت تاني ورجعت قرصت نص مرة كمان. تعالوا بقى أما أوريكم هنحشيها إيه. إيه ده، هي هتتحشى؟ هتتحشى. شفتوا إزاي؟ يعني أنا كنت باجرب واحدة كده مع نفسي الأول، تمام، حشيت واحدة أهيّة. تعالوا بقى نشوف هنحشيها إيه. هنعمل لها حشوتين جمال جدًا، حشو حلو وحشو حادق، وفي نفس الوقت الحشوتين مش مكلفين. عندي هنا جبنة تلاجة أو جبنة عبور لاند رودس، أي جبنة عندِك حطيها، رومي، شيدر، أي جبنة حطيها مش هتقول لأ. تمام، حطيت بقى أنا الجبنة كده في نُص القرصة وقفّلتها، وبعد كده فردتها بإيدي كده زي ما أنتم شايفين، وابتديت إن أنا أرصها في واحدة كمان يالّا بينا. أهو يعني غوّطتها كده بإيدي وحطيت الجبنة وقفلتها كده بالجناب، تمام، وبعد كده قفّلتها كويس ورجعت فردتها تاني، تمام. بُصّوا قسمًا بالله سواء اللي كانت بالجبنة والّا اللي كانت بالسكر الاتنين كانوا أحلى من بعض. بس اللي زعّلني بقى إن أنا لا كان عندي حبّة البركة ولا كان عندي سمسم، فما حطيتش حاجة على الوش، تمام. فبرضه مش مشكلة، دي ما زعّلتنيش في حاجة، بس أنا كنت عايزة أكمّل الشكل يعني. يعني أنت بقورص من اللي بنشتريها من الفرن من برّه، أهو زي ما أنتم شايفين كده. قفّليها كويس بس عشان الجبنة ما تطلعش برّه منِّك، وبُصّوا تسيح كده والدنيا تبوظ. أنا الحمد لله ما فيش حاجة طلعت منّي برّه. المهم زي ما قُلت لِك ما تنسينيش بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلِك كل جديد. بُصّوا هنا بقى كنت خلّصت كمية الجبنة اللي عندي يعني، عملت شوية حلوين بالجبنة أهوّة، فهاكمّل الباقي بقى حلو بالسكر. معلقة سكر صغيّرة كده وقفّليها كويس، وأهم حاجة بقى اللي بالسكر دي تقفّليها كويس عشان لو طلّعت منِّك شوية سكر صغيّرين برّه هيسيحوا ويحرقوا الدنيا والدنيا هتبوظ. فاهمينّي؟ أكيد فاهمينّي. تمام، عملت أول واحدة أهي، نعمله كمان واحدة تانية مع بعض. برضه غوّطتها كده ومعلقة سكر وابتديت إن أنا أقفّلها، وبعد ما قفّلتها فرجعت فردتها تاني، بس وأنا بافرد بابقى واحدة واحدة رقيّقة معاها، أنا هنا عشان مسرّعة الفيديو، بحيث إن هي ما تتفردش منّي وتتخرم تطلّع سكر برّه وتبهدل لي الدنيا، أهو زي ما أنتم شايفين كده. المهم اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. يا رب يا رب قناتنا تنجح كده وتبقى قناة كبيرة، عايزاكم كلكم تقولوا لي يا رب في الكومنتات، تمام، ونفضل مع بعض ونفضل مستمرين وننجح كده ونوصل مع بعض. المهم نرجع بقى للفيديو بتاعنا. هنا كنت تعبت بصراحة من الوقفة على الرخامة، فنقلت الصواني في الأرض ونقلت كل حاجة في الأرض واشتغلت في الأرض، لأن بسم الله ما شاء الله الله أكبر الكمية اللي معايا كبيرة مش قليلة. يعني أنا مليت الصاجين دولت كل واحد مرتين، فاهميني؟ وكنت مقعدة أختي يعني بتقطع لي العجين معايا. هنا بقى جبت صفار بيضة وواحد فانيليا، وابتديت إن أنا أقلبهم كده بالفرشة بتاعة الحلويات، تمام، وهامسح بقى الوش كله ومدخلاه الفرن. أنا مولعة الفرن. بصي لو فرن مش غاز زي دوت، لو فرن غاز زي اللي عندي دوت هتوطي خالص من تحت وتخليه نار متوسطة من فوق، وكل شوية تلفي الصاج، تمام. ده في حالة إن هو لو فرن غاز زي اللي معايا دوت هتشوفوه أهو زي ده كده، أهو بصوا شايفين اللون والجمال والحلاوة. أما لو فرن بوتاجاز هتظبطيه على درجة حرارة 160 وتسيبيه براحته خالص لما ياخد اللون. ما خدش اللون معاكي من غير ما تولعي من فوق، بعد ما يستوي من تحت تقومي مولعة الشواية تديله اللون الحلو ده. شايفين قرصنا جميلة ازاي وحلوة. دي كانت ربع الكمية، بس أنا قلت أصور بس معاكم كده إيه عشان لو كده أنهي الفيديو، فاهميني؟ بس دي كانت ربع الكمية، يعني يعني دوت يعتبر كده نص كيلو دقيق، أنا عاملة 2 كيلو، فاهميني؟ أهو بصوا حتى أنا يعني بسم الله ما شاء الله من كتر ما الكمية كانت كبيرة، لسه في سقف الفرن مطلعش ولسه في صينية صغيرة فوق الفرن، فاهميني؟ فأنا كنت برص فوق بعضه، بصوا حلو ازاي وهش من جوه ازاي، فاهميني؟ كنت برص فوق بعضه عشان خاطر عايزة أفضي صاجان أحط فيها. هنا بقى عبيت لهم علبة محترمة اهي، والعلبة دي كبيرة يعني الله أكبر اللهم بارك. ألف هنا وشفا للي كان ليه نصيب ياكل حاجة منها، تمام. العلبة دي كبيرة، فأنا عبيتها لهم قلت أخدها لهم معايا، وسبت الطبق اللي انتوا شايفينه ده وسبت صاج كمان، فاهميني؟ تمام اهو.
قلت بقى هقفل العلبة، وده الطبق اللي هسيبه كده مثلا للأولاد يعني لحد ما ألبسهم ياكلوا منه كده كده. ويلا بينا وكده بقى كنا طلعنا الحمد لله ولبسنا والدنيا تمام. وبصي بقى احلى حاجه اما تبقي رايحه البحر مش واخده معاكي حاجات ياما، هي دي في حد ذاتها متعه. كنا رايحين فين؟ كنا رايحين كوبري ستانلي. هما كانوا هناك وقالوا لنا تعالوا لنا على هناك. بس بصراحة المياه كانت تحفة والجو كان جميل واليوم كان عائلي وحلو كده. والصيف ده بتاعنا بقى. بصي لازم تغيري نفسية أولادك، وبالذات إن احنا كمان داخلين على دروس ومدارس، وانتي ضغطاهم. فلازم ان انتي لو بأقل التكاليف بس حتى ان انتي تخرجيهم تفسحيهم، تخليهم يغيروا جو، تخليهم يشوفوا اماكن جديدة، بحيث ان هما لما هيبقوا مثلا 3 4 شهور في روتين المدارس اللي هو من المدرسة للدروس للمذاكرة للبيت، فعينيهم هتتعبهم، نفسيتهم هتتعب. لا لازم اخليهم يغيروا جو كده طول الصيف، بحيث ان احنا في المدارس انا اديتكم حقكم فانتوا ادوني حقي. تمام. انا اديتكم حقكم كفسح كخروجات م- مثلا متعة طول الصيف، ادوني انتوا بقى حقي ان انا اخد منكم مذاكرة نتائج حلوة تقدم حلو. فدي حاجة من اساسيات، خدوا بالكم ان انتوا تربوا اولادكم عليها. دي حاجة ان انتوا لازم تربوا اولادكم بيها. ثانية واحدة. تمام. كان ابن اختي دخل عليا فكنت بقول له عاوز ايه. طبعا احنا كنا مع عمتي، وانا اختي متجوزه عند عمتي، فهي عمتي روحهم واختي جت معانا على البيت عشان طالعين رحله تانية النهارده. يعني انا بسجل لكم الفيديو وهنلبس ونمشي. هنا بقى كنا وصلنا، شايفين الجمال والحلاوه. بصوا استنلي في كباين، الكابينه ب 300 جنيه بس من 8 الصبح ل 12 بالليل. الدخول الفرد ب25. تمام. ترابيزه وكرسي وشمسيه. هنا بقى كنا كده كوكي بتسلم عليكم، وكانت طالعه من الميه بايشه كده. كنا تقريبا في المغرب يعني، وهم طبعا عشان كانوا بايتين قبلها بيوم فما طولناش. انا رحت لهم على الساعه 2، قعدنا للمغرب وروحنا. هنريح زي ما قلت لكم ونمشي تاني نروح. شايفين بقى جمال اسكندريه وحلاوتها. اسكندريه ماريه يا جماعه. بصوا شايفين تحفه تحفه. ده كوبري ستانلي. طبعا فضلنا بقى قاعدين شويه كده وطلعنا روحنا. وكوكي كانت بتقول لكم حطوا لايك واعملوا اشتراك. تمام. والمية كانت جميلة قوي على فكرة. واليوم كان تحفة الحمد لله. رايحين بقى طبعا تاني النهاردة، بس هنروح بالليل. انا من عادتي ما بحبش البحر بالنهار خالص. بحر بالنهار بهدلة ومرمطة. بصوا كل الليل ما بيليل كل ما جمال اسكندرية بيبان وحلاوتها بتبان بجد. المهم ربنا طبعا يدوم علينا نعمة الصحة ونعمة اللمة ونعمة كل حاجة حلوة. دي نعم احنا مش مقدرينها يا جماعة. الحمد لله ولله الحمد. خشي خدي لفة في القناة تعجبك قوي قوي قوي. فيها فيديوهات حلوة، روتينات، فلوجات، خروجات، فيها كل حاجة. يا رب اكون بتستفادوا مني. انزلي اشتركي في القناة من الزر الاحمر اللي تحت القناة اللي تحت الفيديو، واعملي لي لايك عشان يوصلك كل جديد. قناتنا حلوة وخفيفة كده وممتعة. بصوا كل ما الليل ما بيليل كل ما الجمال بيبان. ده شط عائلات على فكرة، ما بيخشوش شباب. ودي برضو حاجة حلوة جدا من مميزاته يعني. تمام. كل واحد مع أهله. المهم اقول لكم بقى ايه، نستودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة. ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، واسيبكم مع المنظر الحلو ده بقى.